مساء الخير على حضراتكم متابعي موقع وجريدة الخبر المصري في كل مكان. بنرحب بحضراتكم في لايف جديد. احنا دلوقتي عند منار إبراهيم، الطالبة الأولى على مستوى محافظة البحيرة في الشهادة الإعدادية. مساء الخير يا منار. مساء الخير. في البداية بقى عرفي نفسك للسلام عليكم. أنا الطالبة منار إبراهيم عبد العزيز عبد الوهاب بسين كحيل، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقرية قوم القناطر التابعة لمركز أبو حمص في مدرسة الشهيد شريف أحمد صالح العبد. عندي 15 سنة. مين بقى اللي قالك على الخبر السعيد ده؟ اللي هو وفرحتك كانت قد ايه؟ ماما جت قالت لي الصبح، وبابا كان معاها تليفون وقالت لي مبروك يا منار. قلت لها في ايه؟ لو انا كنت لسه صاحي من النوم. جت قالت لي انت اللي هو طلعتي الاولى على الاداره والاولى على المحافظه. قلت لها من اللي قالك؟ فجت قالت لي الاستاذ حمدي سلام مدير الاداره اتصل على بابا وقال له. وبابا كان لسه معاه التليفون، واللي هو كنت مش مصدقه يعني. كنت حاسه ان انا طايره من الفرحه، اللي هو كنت مثلا متوقعه الاولى على الاداره بس ما كنتش متوقعه الاولى على المحافظه يعني. وكنت مبسوطه جدا. كنت بتذاكري عدد الساعات، كان عدد ساعات معينة ولا كنت عندك تارجت بقى اخلصه، اللي هو انا اخلص مذاكرتي واللي عليا خلاص كده مش ملزم بعد ساعات؟ اللي هو لا، ما كنتش، اللي هو عدد الساعات ده ما كانش مقياس يعني اللي هو انا اذاكر قد ايه في اليوم. لكن انا كنت محدده مقدار من المذاكره اذاكره، مش عدد الساعات. فكنت اللي بخلصه خلاص يبقى اللي هو حاجه معينه بذاكرها في اليوم. ما كنتش بحدد عدد الساعات، كنت يعني بسيبها اللي هو عادي، ومنين بخلص اللي هو بيبقى عادي. لا ولا حاجه. طيب يا منار، عايزك برضه تقولي لي بقى مين اللي كان بيدعمك اكتر؟ بابا، ماما، جدو، تيتا، مين اللي كان دايما كده انا حطيتك اهو في 4 مواجهات صعبين. طبعا كلهم كانوا بيدعموني. اجابه دبلوماسيه. ما فيش حد اكتر من التاني يعني والله. وعميد صفا برضو كانت كل ما تشوفني برضو اللي هو تجدعني يا منار، لاني اختي قبل كده اللي هو ما كانتش عايزاني ابقى اقل منها. فعشان كده كانت دايما بتحفزني. برضه كانت كانت الاولى على كانت الاولى على الاداره. كانت الاولى على الاداره في ثالثه اعدادي من سنتين. فانت كان عندك بقى الايه الدافع ان انت تبقي مش عايزه اقول اكون اقل منها. ما شاء الله. التنافس في العلم كويس. اكيد طبعا. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا منار. الله يبارك في حضرتك. نيجي بقى للحاجه. كلميني بقى على فرحتك بحفيدتك النهارده. فرحت طبعا، فرحانه لها جامد. ايوه. يعني الواحد من الفرحه مش عارفه ازاي، يعني ما نمتش طول الليل من الفرحه، كل ما تقلب كده ونلاقي الفرحه. انت ما نمتيش بالليل واحنا تعبناكي بالنهار اهو. لا معلش، مش تعب دي انا فرحانه برضه والله ما تعب. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك يا رب. امين احسن حاجه في الدنيا كلها. امين يا رب. الخبر بقى مين اللي قالك عليه؟ ابراهيم ابني. بصيت لقيته جايب لي السكر وجاري، يا ماما يا ماما منار بيعمل لي منار نجحت. جيتني انا قاعده في الارض ومعيطه ما شاء الله من الفرحه. فرحت جامد. ما شاء الله. فرحت جامد. ربنا يبارك فيك. فرحت والله، وجيت منار تجري عليا وقعدت تبوس فيا، ويعني فرحانه. كل ده بركه دعاكي طبعا. فرحانه. كنت قبل ما تروح المدرسه الصبح الامتحانات، يا تيتا عامله ايه وازاي الحال؟ ادعي لي يا تيتا. كنت اصلي وقلت لها ادعي لك. انا قمت صليت الفجر يا منور والله ودعيت لك يا منور. ربنا يوفقك ان شاء الله ويجعل لك يا رب الصعبه سهله عليك خالص. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما شاء الله عليهم، هي تستاهل كل حاجه حلوه وكل خير والله. ما شاء الله على ادبهم واحترامهم ليا، ويعني ما شاء الله عليهم. ربنا يبارك. انا بتباهى بيهم والله، ما شاء الله عليهم، وبخاف عليهم، وبنات محترمين. الله يديك الصحه يا رب، وربنا يخلي لهم ابوهم يا رب. ادينا بقى زرغوطه بقى ايه. ايوه بدل ما الله. تعيطي بقى احنا عايزين نفرحوك. ماشي. الف مبروك. الله الف يبارك مبروك. فيك. الله يبارك فيك. نتعرف بحضرتك. عبد العزيز عبد الوهاب بسين كحيل. يا عم عبد العزيز بقى يعني جد منار. انا ببارك لك الاول. الله يبارك فيك. الف مبروك. نبتك طيب. الله يا رب يبارك فيه، ودي الثمار اللي انتوا بتبنوها دلوقتي. بارك الله كلمني فيك. بقى عن فرحتك والخبر عرفته. اولا بدايه انا نرحب بحضرتك وبالموقع هنا في كوم القناطر، في قريه كوم القناطر الام، مركز ابو حمص محافظه البحيره. احنا طبعا تشرفنا ان مع حضرتك. الله يبارك فيك. ودي طبعا مناسبه سعيده يعني ان احنا نشوف حضرتك ونسمعه. الله يبارك فيك. حضرتك فرحتي ما تقدرش باي شيء. طبعا مفيش بعد فرح النجاح شيء، لان التعليم ده تعرف فيها جدا. يلا عشان اطلعك معايا. التعليم ده هو اساس الحياه.
علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ. ماشي. فيبقى القراية والكتابة والتعليم ده مفروض، ده شيء أساسي. أنا بيحزنني لما أشوف عيل في الشارع متسرب من المدرسة، لما بيحزنني لما بيقابلني واحد وشباب، ممكن يكون شباب مش راجل كبير، ويقول لي خد والله طلع لي نمرة التليفون بتاع فلان. بنبقى حزين، واحنا بلد حضارة 7000 سنة. انا نفسي في البلد ديت ما يكونش فيها ولا واحد امي. مش شرط انه يطلع ويتوظف في الحكومة، مش شرط انه يطلع ويتعين، انما الشرط انه يكون متعلم، لان التعليم ده هو اساس الحياة. بني ادم من غير تعليم يبقى ما يسويش ولا حاجة في الحياة، يبقى ملوش لازمه. عشان كده انت كنت حريص ان احفادك الحمد لله. اصل انا متعلم، انا متعلم يعني مش على حد كده، لا ده انا متعلم وكنت شغال في الحكومه ماشي من زمان، وكنت اقدر واقدس المعلم. انا عندي استاذ ليا موجود لحد تاريخ الساعه، لما بسلم عليه ببوس على ايده ما شاء الله، لانه هو اللي علمني. ربنا يبارك في لا الاستاذ الحاج محمد جنديل، الاستاذ محمد جنديل نقيب المعلمين، ده كان عضو النقابه العامه للمعلمين في جمهوريه مصر العربيه، وابن بلدنا الحاج محمد جنديل ده استاذي. ده انا لما بشوفه ببوس على ايده، بسلم عليه وببوس على ايده. يبقى ازاي بقى انا ما ببوس بنت ابني؟ لانها شرفتني ورفعت راسي فوق. انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه كل زمايلها، كل سنها، كل اللي هم بيتعلموا انهم يحذوا حذوها ويكونوا زيها. مش شرط يعني. هو نبت طيب. بارك يعني الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ده اصل ده شيء من القلب. انا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى لكل ابناء المسلمين، كل ابناء قريه كوم القناطر، وخص قريه كوم القناطر، وخص مركز ابو حمص، وخص محافظه البحيره، وخص جمهوريه مصر العربيه، لان انا تربيت فيها وعشت فيها وحبيتها يعني. ربنا يبارك فيك. لذلك اولادي الحمد لله. انا عندنا برضو في احفاد تانيين، عندنا طالبه في كليه في المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه برضو في كفر الشيخ، ما شاء الله، حفيدتي برضو ما شاء الله. ماشي. فالحمد لله رب العالمين. عندنا الدكتور بلال ابن عمها طالب في طب اسكندريه، الدكتوره حبيبه اخت الدكتور بلال بنت عمها برضو طالبه في العلاج، طب العلاج الطبيعي في اسكندريه. الدكتور استاذ الدكتور ناصر كحيل استاذ بكليه التربيه في جامعه دمنهور، بنته الدكتوره هبه ناصر كحيل، شجره طيبه. استاذ مساعد في كليه التربيه في دمنهور. ما شاء الله. ماشي الحمد لله. عندنا برضو محمود سعيد بسيوني في حاسبات ومعلومات اسكندريه، وبسيوني برضو خريج معهد مساحه، يعني من الناس المحترمين. ما شاء الله. الحمد لله. احنا بنقدس التعليم وبنحب المتعلم ونحب المتعلم، ما شاء الله، ونحب كمان اللي هو عايز يتعلم. ربنا يبارك يا رب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا رب. خدي بقى من كده. اسمك ايه؟ ماشي. مريم. مريم مكسوفه؟ مريم. طب بصي لي هنا، بص للكاميرا عشان انت في سنه كام يا مريم؟ تالتة. انت اختي منار صح؟ لا بنت خالها. بنت خالها. طب انت عايزه تبقى ايه لما تكبري؟ دكتورة. طيب العيله كلها عايزه تبقى دكاتره كده. مساء الخير، تعرف بحضرتك؟ طلعت غزال كحيل اه عم منار، وبنقول لها ألف مبروك وربنا يبارك فيكي وربنا يوفقك وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك كده وتكوني أحلى دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله اللي في دماغها هي بقى اللي عايزاه ان شاء الله. إن شاء الله ربنا يبارك فيك إن شاء الله. كلمنا بقى يا دكتور بلال عن التجربة، بما انك مريت فيها. انت احد المتفوقين في العيلة يعني. الحمد لله. هي تجربة الحمد لله ربنا وفق منار وبقت الأولى على محافظة البحيرة. طبعا احنا بنشكر ربنا أولا يعني وإنه كان ليه فضل كبير علينا الحمد لله، ونتمنى لها يا رب الثبات وانها تكمل مسيرتها يا رب بتوفيق وبركه ربنا ان شاء الله، وتبقى زميلتي اشوفها كده زميلتي ودكتوره شاطره ان شاء الله وتحقق حلمها يعني. وبس ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله نيجي نبارك لها يا رب في الثانويه كده ان شاء الله بالاولى على الجمهوريه ان شاء الله يعني. ده املنا الوحيد يعني ان شاء الله. ربنا يكمل لها خير. تسلم لي. قولي لي بقى نفسك في ايه يا منار قبل ما فين محمد؟ طب انت خليه اخوها صح؟ خليه. طب لما تعالوا بقى قولي، ما هو انتوا كل واحد يقول لي انا فلان، اما منار ايه انت بتبقى ايه؟
خليه خد المايك معاك. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. صور هند معاها. تعالي يا هند. تعالى على الكرسي. اقعدي بقى يا هند. طب هنرجع لك يا هند، نشوف لو نفسك في ايه يا منار. هو انا من زمان يعني نفسي اسافر بره، اللي هو ادرس بره يعني. فانا بطالب يعني الوزير والرئيس ان هو يتبنوني يعني، وان انا اسافر في منحة ادرس بره يعني، في دولة يعني بره، وعشان يعني ارجع وانفع بلدي. يعني انت عايزه منحه علشان لما ترجعي تنفعي بقى ايه، تبقي دكتوره شاطره وتنفعي بقى كل اهلك وناسك وبلدك. مش معنى الطب بقى عايزه تدخلي الطب ليه؟ هو يعني من صغرنا واحنا عارفين ان الطب ده يعني مهنة شريفة رسالة. هو طبعا كل المهن لا مش قصدي، لا مش اللي هو مهنة اللي هو سامية، اللي هو مهنة سامية اللي هي بتساعد الناس وبتاخد بإيد المرضى، وانت مش عايزة حد يبقى مريض. اكيد طبعا. انت ربنا يوفقك يا رب وبالتوفيق، وان شاء الله تحصلي على كل اللي نفسك فيه. اسمك ايه بقى؟ هند. تبقي ايه المنار؟ اختها متفوقة زيها ولا ايه؟ ان شاء الله. في سنة كام؟ رايحة 6. نفسك في ايه؟ نفسك تطلعي ايه في المستقبل؟ دكتورة برضه. دكتورة برضه؟ العيلة كلها دكاترة كده يا حاج. ربنا يا رب يبارك يا رب. عايزين نساعده. ربنا يبارك يا رب. بارك الله فيك. يعني زي ما حضراتكم شايفين، الأسرة الطيبة النبت الصالح دايما بيبقى ثماره صالح. ادي الأسرة هي قدام حضراتكم، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وإخواتها برضو المتفوقين، وأولاد عمها اللي من قبلها متفوقين. أعزائي المشاهدين ومشاهدي الخبر المصري في كل مكان، ونشكر حضراتكم على حسن